يعني لا أرفض فقط الإجابة عليه، لأنه هذا ليس كيانا يمكن أن يستوعب على أي نحو. نعم. لأنه كيان طارد ومطرود بالمعنى الأنثروبولوجي والمعنى الجيوسياسي وبكل المعاني. ده كائن لم يطرح أصلا على الآخرين استيعابه، وهو لا يملك القدرة على استيعاب الآخرين. بالك ده كيان استيطاني اتزرع لأسباب متعلقة ب إعادة تقسيم العالم، تفتيت العالم العربي والهيمنة عليه إلى آخره. نعم، إلى آخره. معروفة هذه المقاصد كويس. نعم. وهذا المشروع قارب على الزوال. مبرراته الأيديولوجية التي صنعت منه مشروعا قابلة للذوبان وللزوال. ويتحدث أكثر من مؤرخ وأكثر من مفكر صهيوني وقادة الاحتلال الصهيوني نفسهم بيتحدثوا بهذا المعنى. طيب. إن المشروع لم يعد برأيك سيد عزيز، أنا أجي أعطي قبلة الحياة لهذا المشروع. أجب على سؤالي لو سمحت. برأيك أن يتم السعي إلى إدخال الكيان الإسرائيلي في رابطة دول الجوار العربي مجرد طرح مثل هذه النقطة، وقالها عمرو موسى في برنامج على إحدى المحطات العربية التلفزيونية المعروفة بأن على الكيان الإسرائيلي بإمكانه أن يدخل بصرف النظر إذا كانت هذه أمور تعجيزية أم لا. نعم. تبقى يعني على تأييدك للمشروع، ماذا يصبح موقفك من المشروع؟ يا سيدي، هذا مشروع خلق لكي يستبعد مشروعا آخر ويقصيه. المشروع الحضاري العربي الإسلامي، واللي إيران جزء منه بالمناسبة، بمناسبة كتلة الجوار، واللي تركيا جزء منه، واللي العمق الإسلامي في آسيا جزء منه وليس بعيدا عنه، سواء قالوا شرق أوسطية، شرق أوسط واسع أو كبير. بصرف النظر عن التسميات، مشروع في مواجهة مشروع كويس. ده مشروع مزروع في مواجهة مشروع. الهدف أي مشروع مقابل من؟ عفوا، المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الغربي بقيمه وتقاليده الغربية إلى آخره، في مواجهة المشروع الحضاري العربي الإسلامي. ده صراع وجود من وجهة نظري، فيه الديني وفيه الطبقي وفيه السياسي وفيه الأخلاقي وفيه كل ده، وفيه الحضاري وفيه الثقافي. لكن هو مشروع زرع لنفي وإقصاء وإلغاء مشروع آخر. فينبغي أن يكون على المستوى الضد أو النقيض أن أنا أنظر إلى مشروعي باعتبار أن ده خطر يهدد هذا المشروع. البلد، ومن ثم يبقى الطلبي أو مش استيعاب هذا المشروع هو طرد هذا الجسد الغريب. هذا قوانين الجغرافيا لا يوافق، قوانين الجغرافيا السياسية لا يوافق عليه تطرد هذا الجسد خارج. لا يوافق عليه السيد مبين. ليه؟ لأنه لا يرى أن هذا الكلام واقعي. هو يطرح شعارات. والنبي يا أستاذ حازم، بس السيد عزازي يطرح شعارات. أنا لم أتهمك أي اتهام. كلمة الشعارات أولا يا سيدي، والله الشعارات ليست سيئة، والكلام الكبير ليس سيئا. يجب أن تكون قابلة وحينما للتطبيق. نقول ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة ليس شعارا قبيحا ولا سيئا، لكنه الشعار الوحيد الذي تفهمه إسرائيل وتفهمه أمريكا ويفهمه الغرب، وهو الشعار الوحيد الذي هذا شعار ليس له أرجل يمشي عليها. قل لي متى هذا شعار ليس له أرجل يمشي عليها. نستطيع أن نطرح شعارات ونصرخ كثيرا ولكن لا نفعل شيئا. ويبدو أن هناك من يعتاش على رفع الشعارات. وله أرجل قادها حزب الله في لبنان، ولها أرجل قادها ذاتها المقاومة في العراق، وقادها المقاومون في أفغانستان وفي كل مكان في العالم. لا، فيها أرجل طبعا. تلك هي الحقيقة الوحيدة، ومع هذا هو اللي شعاراته هو اللي سراب. السراب هو قبول إسرائيل الأسطوري وغير الحقيقي وغير الطبيعي، هو الحديث عن قبول إسرائيل. الواقع الوحيد الذي نملك أن نتحدث عنه هو القضاء على هذا المشروع بكافة الوسائل والأساليب التي يمكننا. بكافة الوسائل والأساليب لا نعرف. ده برضه شعارات. ما هي الشعارات يتحدثون؟ هل الشعار المقابل؟ دعونا نهدأ قليلا. طيب، أن أتبنى نهدأ قليلا لو سمحتم، نهدأ قليلا إليك يا